نقطة معانا، وهي نقطة بصراحة أنا بشوفها معقدة جدا في الخطة بتاعت تشابي ألونسو بالذات، وهي فكرة خط النص بتاعنا. بصراحة يا جماعة، وبعد ما تشابي ألونسو جه أنا بشوف أداء باهت جدا من فيدريكو فالفيردي. فيدريكو فالفيردي من ساعة ما تشابي ألونسو جه والراجل مش تحسه كده، مش مرتاح، هو مش عارف يلعب، أو هو بيلعب غصب عنه، مش غصب عنه، ولكن اللي هو انا بعمل حاجه انا مش ده دوري، انا بعمل حاجه انا مش بحبها. بمعنى اخر، انت بتخليه او بتطلب منه ادوار هو الراجل مش بتاع الادوار دي، مش بتاعته خالص. فكره ان يكون عندك خط النص بتاعك تشاوميني وفالفيردي بيكونوا هما الاثنين بيقدموا نفس الادوار، فبالتالي ما بتعرفش تطلع بحاجه كرييتيف من فالفيردي، ان انت بتبقى طالب منه ان هو يستلم وشه للدفاع بتاعنا وعايزه بقى يعدل ويطلع بالكره والكلام ده كله. ده مش دور فالفيردي خالص. وعلى فكره تشاوميني بيعمله، بس تشاوميني بيعمله بالعافيه الشديده قوي برضه، يعني مش اللي هو الفشيخ فيها. فاحنا عندنا مشكله في التركيبه بتاعت خط النص، ان انت بتطلب من فالفيردي ادوار انا بشوفها بصراحه مش من ادواره. ممكن نقول حاجه جدليه جدا، جدليه جدا فوق الوصف، ولكن انا بشوف فالفيردي لما بيلعب او لو لعب باك يمين مكان ارنولد او مكان كارفاخال هيقدم نسخه مرعبه من فالفيردي اللي احنا نعرفه. الراجل اصلا ما شاء الله رانر قوي جدا، بيعرف بول كارير قوي جدا جدا جدا، دفاعيا بيستموت على الكوره. فانت لما بقى تلعبه ان هو يبقى الباك بتاعك اللي بيتقدم وبيروح ويجي، انا بشوفها هتبقى مفيده جدا لينا، بالذات لو الباكات بتاعتك كمان بتطير فبتخش جوه عمق الملعب. الراجل ده بيشوط لك من اي حته باشا جون. انت حرفيا معاك جوهره ممكن تلعب ناحيه اليمين، ولكن ممكن يكون هو اللي مش عايز حاجه زي كده.